لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لا واني سيسطو نوتو بيز لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بمبست رزامن دي خواهي قولي وهوادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بله خوش ويستمعوا كلواني رابردوش كما خزمته واعتدابون خواهي قرد فنو أي كومالي برواداران كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. خواهي قرد فرمي ببردوامي قيام بقسط بكن واتا ببردوامي بعدالتها السكود بكن شهداء لله وشاهدي بحق بدن لبو خوا سبحانه وتعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين شاهدي بحق بدن أقر لسر نفسي خوشتان بي يان لسر داكو بابتان بي يان لسر نزيكو خزمي خوشتان بي كواتا بيوستا بعدالتها السكود بكي شاهدي بحق بدي لبيناوي خوا سبحانه وتعالى أجر أو شاهدي لسر نفسي خوشد بي يان لسر دايكو بابد بي يان لسر خزم كسي شد بي كوات براسي زور مهمة كوات حق مهم ترى لوي كوا مصلحتي خود تيدا دفوتي أنا حق مهم ترى لمراعاة كردني حقي داكو بابو لمراعاة كردني حقي خزماتي نخير ما دام حق شاهدية كبراس تدرس تبدأ بس ترزامن دي خوا سبحانه وتعالى أو شرع علاقيبة عدالة هيك وفعلا عدالة بكن لها مشتك شاهدي بحق بدن شاهدي دان بحق بشيك العدالة لبو خوا أو زاقر لسا نفسي خوشت بي بزرري خوشت توابي يان بزرري دايكو بابد يان بزرري خزمو كسد براستي وإيماني دوي أو إيماني دوي كواتا قل الحق ولو على نفسك حق بلي أقل لسا نفسي خوشت بي لو وكو حديثة كده انصر أخاك ظالما أو مظلوما واتا براكات بسر بيخا أقر ظالمة يان مظلومة بلان بمفهومي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نك بمفهوم جاهلية بمفهوم جاهليات فعلا براكي خوي بسر ديخز أقر لسر حق بيا لسر ناحق بهر بال بشتي دكا بلان بمفهوم بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كليد برنز يا رسول الله أو أقر مظلوم بسر بيخز بس أقر ظالم بيكو بسر بيخم فرموي كاتي كوا ظالم دستي بقرتا وكو ظلم نك أوج بسر يخزتنا كوات زور مهمة بمفهوم بيغمبر صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما كواتا شاهدان بحق لسر نفسي خوشد بي زور قرنقة زور مهمة وبلقي إيمانة لسر داكو بابي شد بي بلقي إيمانة لسر خزمو كسي خوشد بي بلقي إيمانة كواتا مسألة مصلحتي خوتو خوش ويستني داكو بابو خوش ويستني خزمو كس أو موضوعك بلام نابي بتمانع لوي كوا شاهدي بحق لسريان بدي أقر بزر جوان اشتوابي إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما يتروي كوا شاهدي بحق لسري ددي أجر دولة من بيان فقير بي فالله أولى بهما الله نزيك ترو أولى ترى لوان كوا تزور زار الإنسان كاتي كوا شاهدية شبيه لسر كسك أو كسر دولة من ده أجر أو شاهدية بداتن أو دولة من دي لدس دتي عادة دولة من مراعاة ذكره لا يخلق بعام مراعاة ذكره تاوكو أو دولة منديي أو كسر سودي ليور بقري هاول نادا لأخوي عزيب كاتن تاوكو بردوام سودي ليور بقري ياخذ كأو كسي كواشاهدي لسردي فقيرة لبر فقيرة كي كرو والله لو مسألة ناحقة أجر مش شاهدي لسردهم هندي دي كبد بخد بي خواهي قد من أجر دولة مندة يان فقيرة
فالله أولى بهما. أنقول مراعاتي أو مسألة فقيري ودولة من دي مكان حقك كوا بيلين دولة من ديان فقير نقول علاقتنا فالله أولى بهما. الله سبحانه وتعالى لا لوان أو لبوان أولى ترى لو هي أتو مراعاتي بكي لو هي أتو مراعاتي بكي يعني أو كسا أجر بيوس الشاهدي لسر بدي كنا حقا شاهدي لسر بدتاوك لو ناحقي راي بقري أو أولى ترى الله أولى فالله أولى بما الله أولى ترى لو نزيك ترى بوي كوا فرمان من فيك شاهدي بدين لسر أو كسا أو زق الدولة من ديان فقيرة مراعاتي أوشتانا مكان سنك أخوان مراعاتي حقي كردية دي أتوج مراعاتي حق بك فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يتر بدواي هوا وآرزو مكون ببتمانع لويكوا عدالتنا كان بدواي هوا وآرزو مكون ببتمانع لويكوا عدالتنا كان وكخوا يقول لسورة صاد بداود دفرمي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم إلى آخر الآية. كواتا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا راستي اتباع هوى وآرزو مكان لو يكوى عدالنك وكو ابن كثير رحمة خوالي بدا فرمي أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في شؤونكم. كواتا طبعا قلت ما شاهدي داني بحقش بشيك لا القيام بالعدل ويكوا بعدالة هرسكود بكين لازمني عدالة ويكوا شاهدي بحق بكين لصار هالكسي يشبه لو هوا وآرزو نبي تمانع هوا وآرزو رق ليبون وتان لكسانك نبي تمانع ويكوا واصل عدل بين عدالتك بل ألزم العدل على أي حال كان بلكو دست بعدالته وبقول لصار هر حالتك بيه وكو خواي يقول لسورة المائدة داد فنم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا رق ليبون وتان لكسانيك نبي تماي أوي كوا عدالتنا كان رق ليبون وتان لكسانيك نبي تماي أوي كوا عدالتنا كان. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة عبد الله كن رواح خوالي رازي بكاتك وابيغم صلى الله عليه وسلم دينيري لبو لاي أهل خيبر بوي كوا جزيان لور بقري فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم ويستيان رشوي بدنه تاوكو تاوبوشيان لبكا لهندشت سبحان الله يعني يهود أو كاتش محاولات خوي كرديا بلام أول الصحابي في غنبر صلى الله عليه وسلم خوي لرازي فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي كاتك وان ويستيان رشوي بدنه تاوكو تاوبوشيان لبكا عبد الله قتي والله من هات من الله كسي كوا خوش شويسترين مخلوق كلام كوا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ولا أنتم أبغض الخلق إلي وأنقوش لحمو كسيك زيادة الرقم ليتانا وما يحملني حبي إياه بلام خوش ويستني أو كبيغنبر صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم ورق ليبونهم لنقو وامليناك على أن لا أعدل فيكم وامليناك كوا عدالتنا نخير بعدالتكم نال برخوش فيستني وي صلى الله عليه وسلم دفعا بكابوي كوا زيادة الحق خويليتا وربقرم كأيش داوي لي بنكردي طبعا نرغق ليبونهم لنقو وام لي دكاتن كوا زيادتنا لي وربقرم بلكو دبيع عدالت بكم طلي اوانش كاتي كوا جوان لعبد الله كري رواحة وقصيدك فقالوا شاهديش بحق يدا بهذا قامت السماوات والأرض بلى عادوا آسمان كان لسر أو عدالة راوستاه عاردو آسمان كان لسر أو عدالة راوستا سبحان الله كواتا براستي وكو تمان ظلم كردن وكو ابن عباس خوالي رازو دفرمي بلغني أن الظلم تخرب البيوت بيم قيشتي لقرآن بيروس كوا ظلم مال كاول دكا أو زاد سندين آتي باسك اللوانا وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة سندين شاروا ولاتو دي هاتمان بهلاك بل لبروي الظالم بو لبروي الظالم وما كان ربك مهلك القرى خواهي قول سبحانه وتعالى بهش شويك هز شاروا ولاتك ويران ناكا وأهلها مصلحون لكاتك دا كوان مصلح عدالتي أنهي نخير كواتا لسر مستواي فرد تاكك لسر مستواي عائليك لسر مستواي دائرة وشركيك لسر مستواي دولتك بالتأكيد من أو قانون السنة إخوائي سبحانه وتعالى
بعدالت بردوام دبي بركتدار دبي بظلم وزورداري تيك دتي كاول دبي ويران دبي تاريخ الشاهد لسر سنة خواهي سبحانه وتعالى. بلى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. سألير دا وإن تلووا أو تعرضوا وكو فخر رازي دفرمي لو آتدوا قراءة هاتية جمهور علماء دلين تلووا وتبدوا واو كبيش كلام ساكنة بمعنى سيدي بمعنى الدفع والإعراض من قولهم لواه حقه إذا مطله ودفعه كواتا كبدوا ودخين ريتو بمعنى دفع إعراض ده وكسك حقي كسك نداو مماطلب كانت الحقيقي أو بمعنى التحريف والتبديل يعني بمعنى هالتلوو بدو واو بودو منادي مناي كميان بمعنى مطلو دفع دي واتا حق نداني كسك ياخد جران خو جران كردن لحق ندان أو بمعنى التحريف يعني بمعنى التحريف ولادان قورين من قولهم لو شيء إذا فتله. وقرأ ابن عامر وحمزة تلو بلام مضمومة بعدها واو ساكنة من الولاية بمعنى مباشرة الشيء والاشتغال به كواتا وإن تلو أو تعرض له حالتي بقراءي ابن عامر وحمزة تلو بيقلام لامة مضموم بمعنى مباشرة كردون أنزام داني أو كاله أو زاد بمعنى قراءي جمهور كبدو أو هاتية وإن تلووا ألسنتكم عن الشهادة بالحق بأن تحرفوها وتقيموها على غير وجهها كواتا وإن تلووا بوي كوا زمان تنبا بدن لوي كوا بيغورن بشويش كبيغورن أو شاهدي كبيتانا بيغورنو بحقكي أداينا كان أو تعرضوا يعني هروازي لبن شاهدي كندن أو فإن الله كان ما تعملون خبير. خواهي قول آقادار بناوروش كار كانت واتا عقاب تانددا سزاشي تون تانددا كاتكو بيغورن يعني أصلا بشتي تيبكنوا آمادا نبن كاركي بابن شاهدي كبل بيناي خواهي قول بدن لا سر قراءة دوام وإن تلو الشهادة فتباشروها على وجهها يعطيكم الله أجرا حسنا. بقراءة دوام واتا أجر شاهد يكبدا ليرة تلو بيقوى واوي مضموم واتا أجر شاهد يكبدا بوشي وكوابيس تبيدا أو هذا مقابل دا خواهي قول سبحانه وتعالى أزل باداشان دا وأجر بشتي تيب كان شاهد يكندا أو خواهي قول سبحانه وتعالى بالتأكيد سزاتان دا كاتبودو قراءة والله أعلم. وإن تلووا زوربين جمهور مفسرين واتا بمعنى التحريف ليش بيغورن يعني بشتي تيبكن خواهي يقول آقادار من ناورش كردو كانت سزات عنده بقراءة بابلين وكوتمان ابن عامر وحمزة بمعنى وإن تلو وتبيكن أنزام يبدن بوشو كوابيستا أو خواهي يقول آقادار من ناورش كاركانتان باداش عنداتو بلام أجر بشتي تيبكن أو خواهي يقول سبحانه وتعالى سزات عنده سواء كل تفسير قاسمي دلي أو آيات سندين بربومه هي كم وجوب العدل على القضاة والولاة بيويستا عدالة بكان بتايبتي أوانك وقاضي والينا وأن لا يعدل عن القسط لأمر تميل إليه النفوس وشهوات القلوب من غنى أو فقر أو قرابة بهيش شويق لعدالة لا ندى لبر هيتش تيكا لنودلو دلو انتي أو زلبر دولة مدي لبر فقيري لبر خزماتي بل يستوي عنده الدنيء والشريف والقريب والبعيد بلكو أو كسك حكم دكا بيستا همو خلقشي للاي أو لبيستاوي أو وكو يكبي أو زكابرا دولة منده فقيرة بابلين ناودارة بيناوة نزيتش خويتي ياخد بيغانية. ويروى أن عمر أقام حدا على ولد له ضلي دجير دريتك إمام عمر خوالي الرازي بإقامة حد لسر كرق لكركاني خويكر فذاكره في حق القرابة ضلي أو كراش قوتي من كريتوما يعني لو إقامة حد لسرك فقال إذا كان يوم القيامة شهدت عند الله أن أباك كان يقيم عليك الحدود ضلي إقامة حد هلا سر كردو قوتيشي دو إقامة حد لسر كم تاو كل روج قيام شاهدين لو بديك أمن لقل أوش أتكري من بوي إقامة حد مهلا سر كردي بر خالد دوام كذا لو آتان ورد إنه يجب الإقرار على من عليه الحق ولا يكتمه أو كسك وحق شيء لسر بيست اعتراف بو حق بكاتا أجر زناتيش كده حقي كسي شيء لسر بيست اعتراف لسر وحق بكاو نيشاري توا ولو على أنفسكم المراد بالشهادة عن نفسي الإقرار كاتلير ده ما بس أجر لسر نفسي خوش بيست اعتراف بكاو نيشاري وقيل المعنى ولو كانت شهادة وبالا ومضرة على أنفسكم وآبائكم بو معناش ليقدري توا
شاهدي بدن أجر أو شاهدي دانا بزرري خوتو بزرري بابو داكو خزمش التوابو بأن تكون الشهادة على سلطان ظالم. سبحان الله بوش يعني أو شاهدي كبيتا لسرس بابرين ده صلاة دارة شي ظالمة أجر أو شاهدي بحق بدي طبعا أواز لنا انتقام لذكاته لو أنا لخود لداكو باب لخزبو كسد هربيده. الحكم الثالث يتعلق بقول تعالى شهداء أي تشهدون لوجه الله كما أمركم شاهدي بدن لبيناوي خواب مصر زمان خواي يقولوا فرمان بيكرنا. وفي هذا دلال على أن أخذ الأجرة على تأدية الشهادة لا يجوز كواتا دلي أوج برقي لسلوي الشاهدي دان بيستلبو خوابي نابي به الشيويك هديك ياخذ أجرش لسلوار بقري نبي لبو خوابي هندق لأهل العلم دلن مقر كسك لبو أو شاهديدان سرقزيك بيستل زيجاك بست زيجاك شديكا لو حالتي أو ذكري حق بيداويستي أو زيجاي حتى دستوين دري باب الحق جواسنو ياخذ مصاريف ريجاي ذكري وربقريتوا والله أعلم هرباشا دبي لبو خوابي سبحانه وتعالى يتلا خوي جود بارينو ناوروشو آتكاين ترهمو إلا سرخو من زيبكين فعلا قائم بين بحق قوام بين بحق وبعدالة له مكارو باري جيان ماندا شاهدي بحق بدين أقل لسر نفس خوش مان لسر داكو بابش مان بي لسر خزمو كسيش مان بيتن وهموش تيك بلاو بنين تنها رزا من دي خواه سبحانه وتعالى وباداشت قيامة رساو بكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.